صباح الخير عليكم أو مساء الخير عليكم إخواني أخواتي الجزائريين الغيورين على وطنهم داخل الجزائر وخارجها. معكم دائما ليونيسا اللبة. حبيت ننبهكم لواحد الحاجة مهمة جدا حول طريقة كلام زيتوت وكيفية سرده للأحداث والوقائع في الجزائر في اللايفات ديالو. نوجه كلامي بالخصوص للناس اللي تتبع السياسة مليح. نقول لكم باللي أسلوب زيتوت هو نفسه أسلوب الإرهابي الإخواني المصري الهارب معتز مطر، اللي يخدم في قناة قناة الشرق الإخوانية اللي تدعمها قطر، وكان يسكن في تركيا، والقناة ديالو تبت من لندن والمقر ديالها في تركيا، هي وقناة مكملين المعارضة أيضا للنظام المصري. هذه القنوات الإخوانية خدمتهم نشر الفتنة ومعارضة جميع الأنظمة العربية كامل. بصح جامي لكان هدروا على تطبيع القطري مثلا مع الكيان الصهيوني، مع العلم أنه قطر من بين أول الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني المغتصب ولا المغتصب، يلا يجي نهار يخطأ. المهم هاكم فهمتوا الشرة. المهم الشيء اللي يهدروا الزيتوت وبالتدريج وتسلسل الأحداث وطريقة الإلقاء، كل شيء مدروس وممنهج، وكل شيء كوبي كولي من المدرسة الأم الجزيرة الخنزيرة. وإذا حبيتوا تفهموا واش راهو صاري وكيفاه راهم يخططوا رواحهم، شوفوا معتز مطر تفهموا كل شيء. وهذا الإرهابي راهو يسكن درك في لندن، يعني راهو جار زيتوت، لأنه حاوزوه من تركيا بأمر من الرئيس التركي أردوغان اللي خدم بيهم ورماهم كي الزوبيا حاشاكم. وهذه معروفة عليهم من زمانة، بعد ما استقبل جميع العرب المعارضين لبلدانهم منذ 2011 واستعملهم كأوراق ضغط باه يحارب بهم بلدانهم، وهو اللي كان يخمم يسترجع المجد الضائع نتاع الإمبراطورية العثمانية، وكان حاب يحطم كل الأنظمة العربية بالشراكة مع الشيخة موزة حاكمة قطر وابن زايد حاكم الإمارات. ولكن الحمد لله انقلب السحر على الساحر، ومرت سلامات علينا بالخصوص، وكذلك مصر وتونس، وإن شاء الله تتسقم الأحوال
في ليبيا الشقيقة وسوريا واليمن، ويشفى الجسد العربي من الورم الخبيث، ويتم استئصاله، هذا السرطان اللي يتمثل أساسا في الجماعات الإرهابية، وعلى رأسهم الإخوان المسلمين اللي تابع لها حركة رشاد، وحركة الماك كذلك الإرهابية هي أيضا. الفريق الأول سعيد شنقريحة في الخطاب ديالو اللي ألقاه أثناء تنصيب القائد الجديد للناحية العسكرية الثانية، قال باللي رانا في حرب عقول وحرب أفكار وحرب إلكترونية، والعدو فيها راهو مجهول، بمعنى أنك تخوض حرب افتراضية ضد عدو افتراضي ما راهش موجود قدامك يعني باش تقدر تهاجمه. وهذه من أخطر الحروب على المستوى العالمي. وهنا إخواني أخواتي خلوني أفكركم، يعني يعني عندي ممكن سنتين، وخاصة يعني عندي سنتين، وفي كل مرة كنت نطلع نهدر فيها سواء لايف أو حتى فيديو كنت ننبه لهذا الشيء، أنه الآن الحرب هي حرب افتراضية، حرب يعني إلكترونية، العدو مراهوش قدامك، فعليكم أخذ الحيطة والحذر إخواني أخواتي. المهم دائما وأبدا تحيا الجزائر، يحيا الجيش الوطني الشعبي بكل أسلاكه ومصالحه، سليل جيش التحرير، والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تشاو تشاو عفوا.